خطوتين لورا الموسم الثاني هنسمع قصص حقيقية عن رحلة الوصول للحلم لناس حلموا وعافروا ووصلوا لأبعد من الحيطان. ضيوف حلقة النهاردة 3 من أكبر الأسماء في قطاع التصميم في مصر: عمرو حلمي رائد صناعة المطابخ، والمعماريين هاني سعد إنوفيشنز، ومحمد فارس الكيمي. ازيكم؟ النهارده الحلقة الأولى من خطوتين لورا الموسم الثاني، وفرحان وفخور جدا إن أنا معايا 3 من البايونيرز في الديزاين اندستري في مصر أو صناعة التصميم في مصر: عمرو حلمي، هاني سعد، محمد فارس. ازيكم؟ ازاي؟ اتفرجتوا على الموسم الأول من خطوتين لورا أو شفت حاجة قبل كده ولا لا؟ اتفرجت على حلقة أو حلقتين يعني. ليه خطوتين ورا؟ ليه خطوتين لورا؟ عشان بنرجع خطوتين لورا نتكلم عن الرحلة من الأول خالص، والجيرنيز المختلفة، الرحلة المختلفة لكل حد فيكم، بالعقبات، بالحيطان، بكل حاجة قابلتها، عشان تبقوا انتوا الثلاثة من نفس الصناعة في نفس الحتة النهاردة بتمثلوا صناعة التصميم في مصر. أنا عارف إن انتوا صحاب جدا كلكم، بس أول مرة تبقوا في برنامج مع بعض أو في لقاء زي كده؟ أول مرة. حلو. كلمة حيطة بتمثل لك إيه؟ احنا خبطنا فيها كتير بتاعي. حيطان كتير في السكة. لا، حيطة بتعملي كده، هدني فعلا انا بتشوفها كده. بشوف الحيطان. انا من النوع اللي بكسح الحيطان في شغلي لانه مفيش حاجه اسمها ما ينفعش. صح. انت بتشوف ايه الرمز الحيطه؟ هل هم ناس؟ هل هي افكار معينه؟ هل هي تحديات؟ هل هي جواك؟ هي كل دول مع بعض. يعني الحيطة لو هتمثلهم لي في رمز كده. لا، الحيطة دي ممكن تبقى من بدايتك، من يوم ما اتولدت. ممكن تبقى في أبوك، في أمك، في أسرتك، في البيئة اللي انت نشأت فيها، في مدرستك. كل ده ممكن تبقى دي باريرز بتوقفك أو بتحط لك ليميت. اللي بيستسلم للباريرز والحدود اللي هو فيها دي ما بيقدرش يحقق أكتر من الخط اللي معمول له. امتى وازاي الأهل ممكن يكونوا أول حيطة في طريقك؟ المشكلة الحقيقية زي ما بقولك هو في تقييد الطموح. ان انت يقولك ما ينفعش، ما تقدرش، انت بتحلم، اللي انت بتقوله ده مستحيل. حصل معاك؟ طبعا ده حصل معايا من البيت. طبعا. انا قررت ان انا عايز ابدا لوحدي خالص. طب هبدا لوحدي ازاي؟ عملت ديزاين لبروشور كده، لفلاير، وعملت اسم، سميت نفسي هاني سعد انوفيشنز، وعملت لوجو. عملت لوجو كده بس مش هو يعني، اتغير طبعا. ده سنه كام؟ 2003. كنت 20 سنه ونص. كنت لوحدي لسه متخرج. ورحت مطبعه في ميدان الجامع. الله. طبعت 10,000 نسخه فلاير فيها الايميل بتاعي @hotmail، رقم تليفون البيت، ما عنديش مكتب، ورقم موبايلي. انا قعدت 6 شهور بوزع الكروت بتاع البوابين. ما حدش عبرني. ما حدش كلمني خالص. كنت مسمي نفسي مهندس ديليفري، بلم السامبلز والعينات، حاططهم في كرتونه وفي صندوق، وتطلبني في اي حته اجي لك. اروح واخد الصندوق اللي فيه عينات الرخام والخشب. وانت عارف انا ما كانش حد بيرضى يديني سامبلز. يعني كنت اروح لمصنع رخام ولا حاجه اقول انا عايز عينه، انا مهندس ديكور وبشطب وكده، عايز عينه رخام. يقول لي لا انا ما بديش، ما يعرفكش، مش عايز يدي حاجه. فكنت بلم بالفضل والبواقي، اقطعها مظبوطه وانضفها واكتب عليها مثلا دي رخام جلاله 2 سم سعر المتر كذا. وكنت اطلع على رجلي الدور السابع والثامن وعامل زي بتوع المبيعات، فنشف عرقي كده قبل ما اخبط. واتبهدلت وخسرت، يعني اخدت الطريق كله يعني. وعايز اقول لك بقى مدى الشماته اللي في المرحله دي كمان. طبعا ما انت كل اللي حواليك انت مش نافع وبتحاول في حاجه مش انت نافعه. ما احنا مش احنا نصحناك وقلنا لك وفهمناك ان ده مش هينفع. بالفعل جت اول شغلانه بقى. جت ازاي؟ واحد صاحبي كلمني قال لي انا اخويا بيعمل بيت وعايز مهندس، فاروح له. فرحت له جري بقى، فقال لي انت عملت ايه؟ ولا حاجه. ما عملتش حاجه خالص. طب انت مكتبك فين؟ الحقيقه برضو ما عنديش مكتب. قال لي انت بتجرب فيا؟ قلت له بص انا بجرب فيك ده بصراحه. فانا هعمل لك الديزاين ده من غير ولا مليم. ما عجبك خد واعمل، ما عجبكش خلاص. كان كل همي في المرحله دي ريفرنس وانزل من البيت اقول لهم بس انا عندي حاجه بعملها. عملت حاجه، لان هم كل ما بتخشوا في البيت بقى بتسمع اللي هو طبعا في طقطقه كده اللي هي ونظرات من فوق لتحت اللي هو يبقى ورينا هتعمل ايه. وكانت فتره صعبه وبتحصل بقى من هنا. يعني بتبتدي من هرجع لاول مشروع تصميم، ودي بتكون اكبر حيطه وعقبه في حياه اي حد بيبتدي. ممكن تحكي لنا عن اول مشروع
واول كلاينت ليك كان مين؟ هقول لك حاجه غريبه جدا. انا عمري ما كنت افتكر في حياتي ان انا اشتغل اعمل مطبخ. فعلا دي استحاله. كنت افكر فيها انا في الجامعه. انا كنت شايف هطلع فرانك لويد رايت، حاجه ايامنا بقى كان دي الناس الاسماء اللي موجوده. لكن مطابخ ايه ده؟ جت ازاي؟ ما جت ازاي بقى؟ ان انا كنت على طول بجيب الاول في المشاريع. دين ايه ابويا قال لي ايه؟ قال لي بقول لك ايه، بتعرف تعمل ديزاين اساس؟ قلت له اكيد يعني. قال لي طيب ما احنا عندنا بنبني حاجه وانت يعني ارسمها. طيب مشي ايدك معانا يعني. ارسمها. فقلت له طيب ارسمها. فوالدتي ساعتها كانت بتعمل مطبخ، فقالت طب اعملي لي مطبخي. ده القصه دي كان في ثالثه جامعه. I went into the business forcefully، يعني انا اتزقيت بالعافيه جوه الموضوع ده من طنط ميمي وطنط فيفي وطنط سوسو. بجد بخناق. يعني انت تعمل لمامتك مش عايز تعمل ايه ده؟ ومش عاوزه تعمل لطنطتك سوسو. بالعافيه ابتديت اعمل شغل في البيزمنت بتاع العماره بتاعتنا. وبعدين بعدين قلت اروح اسافر بره. ابويا قال لي ايه طب اعمل لي شويه حاجات. فجيت اعمل له. قلت له بابا انت الموضوع المكنه والبتاع، انت بتبني دلوقتي حاجه، هنجيب نشتري مكنه وتبقى عندنا ونبني كل حاجه. قال لي دلوقتي ما كملش الجمله، خدني شارع الجمهوريه وجبنا المكنه. طبعا هو ذكاء خارق. ليه؟ لان طبعا هو فاهم المخدرات بتاعت انك انت تجت هوكت انتو بزنس يو هاف باشن فور، وانت عاوز تعمل حاجه زي كده. طبعا دي كانت المايلستون الاولانيه، وده اللي زقني في العالم بتاعي. بس هرجع معاك خطوتين لورا ونتكلم على البدايات، وهتكلم على نقطة فاصلة في حياتك وهي كريم مختجيان. أول حاجة كريم هو شخص قاسم في حياتي. اتعلمت منه كل حاجة. اتعلمت منه الحكمة، الطموح، كرياتيفيتي. قلت كريم وانا 23 سنة وكنا بالصدفة كده. كريم كان جاي من فرنسا، ساعتها اتقابلنا مع بعض وقلت له انا عندي ماسترز فهنشتغل مع بعض اون بروجكتس معينة. وبعدين بعد 6 اشهر كده ابتدينا يلا. كريم قال انا جنب بيتي في مكان صغير قوي قوي كده فاضي، كان محل بلياردو، ففي كده مساحه كده 100 متر عايزين ناخدها نعمل فيها ايه. فقال لي هنعمل بقى برودكتس وبتاع ونعمل مشاريع ابتدينا نعرض للناس ان احنا الابليك ده هيتحط ازاي. فانا ممكن اعرض عليك فور فري ان انا اعمل لك الليفنج روم واحط لك الكرسي. بقيت بدل ما انا ابيع الابليك بقيت ببيع الديزاين وما باخدش فيه فلوس، بس ببيع الترابيزه وببيع الكنبه. فواحد يجي يقول لي طب اعمل لي الليفنج روم، وبعدين ايه ده في سبيس، طب ايه ده، طب وهكذا. ازاي الادوار بينكم اتحولت على مدار السنين في ال 20 سنه دول؟ هيز اولويز ماي منتور حتى دلوقتي. لحد دلوقتي طبعا اوف كورس بتعلم منه كتير جدا. بس يعني معلش هو راجل متواضع وبيتكلم وبيأستز كريم وهو لاخره، لكن زي ما هو محتاج من كريم المنتور شيب دي، كان كريم محتاج التهور صح والجرأة بتاعت فارس. يعني هو مش هيقول كده، بس انا يعني كان لازم اتدخل. كملوا بعض. هو اي بارتنرشيب ان ما كانش يبقى فيها انبوت الينج يانج ده انا انتوا عارفين البارتنر بتاعي رامز يوسف، احنا برضو حاجه شبه كده. فانا برضو الرزين في العمليه وهو المتهور او الاسرع واللي عنده انرجي اكتر. فالكومبينيشن ده هو السترينث، هو ده نجحنا. ده من غير ده ما ينفعش صح. وده من غير ده ما ينفعش صح. هسأل هاني، كان ايه ابعد واكبر انجاز بتحلم بيه وانت في بدايه الطريق؟ كنت بحلم ان يجي اليوم اللي الاقي اسم شركتي موجود على بيلدينج بتاعي وعندي موظفين شغالين معايا في نفس البيلدينج ما قابلونيش قبل كده، ما يعرفونيش. وامتى ات ويتش بوينت حسيت ان انا وصلت للحته دي؟ امتى بالظبط؟ عمري. ودايما بشوف اصلا ان انا دايما مقصر، دايما ما عملتش اللي المفروض اعمله، دايما يعني قبل ما بلوم حد على
مشكله حصلت او حاجه دايما بتلوم نفسك. بلوم نفسي، بقول لا انا اللي غلطت، انا اللي كنت المفروض اعمل ده، حتى لو انا ما عنديش الوقت ولا المجهود اللي اقدر اعمله، بس بقول لا انا اللي كنت لازم اعمل كده. فلحد النهارده بصحى الساعه 6 الصبح، بروح مكتبي اول واحد، وبفضل بروح المواقع وبتابع الحاجه يعني فاتني كتير وكنت اقدر اعمل اكتر من كده. ده مش بيمنعك من انك تعيش تتبسط باللي انت فيه او تبقى بتنجوي النجاح اللي انت وصلت له؟ ده مش بيأيدك او حيطه طبعا بتقف في طريقك؟ طبعا ببقى حاسس ان انا في حاجات كتير مش عارف استمتع بيها، او احس اللي انا وصلت له ده قادر بجني ثماره. صح. بعض العباد ربنا اداهم كواليفيكيشنز وامكانيات ذهنيه وقدره تحمل، أكتر هم من الناس قادرين يشيلوا ده، علشان الناس اللي ما عندهاش حيله في الرزق تبقى ربنا جعلك سبب ان انت توصل لهم. فانت دورك بتاع الدليفري، انا بقول لهم انا راجل ابو فيسبا، انا اللي بوصل، انا يعني اظرف تيجي اوزعها. دي طريقه حلوه اللي انت تشوف بيها الموضوع بالشكل ده. عمرو، لو هتختار لحظه نجاح واحده معينه في مشوارك الطويل ده، واللي هي الاكثرهم اهميه او اكثرهم نجاح من وجهه نظرك، هتبقى ايه؟ مشكلتي دلوقتي ان انا بشوفها ولادي عملوا ايه. صعب جدا انه الجيل التاني يقدر يرفع الشعلة ويكمل، لانه انت ما عندكش قدره انك تنجكت كرياتيفيتي ولا حماس للشغل ولا تفاني ولا اي حاجه لجيل تاني. الجيل التاني ده ربنا خلقه بيطلع زي ما يطلع. عايز اسالك في الحته دي، هل بتحس مع كبر اسمك ونجاحك ان ممكن ده يبقى حيطه في وش اولادك؟ كنت سالت واحد اول حاجه من هارفارد، بقول له ابنك يشتغل معاك، يشتغل من تحت ولا من فوق؟ سؤال خطير جدا. في مدرسه كتيره جدا مصريه لازم تشغله من تحت، يعني يكنس ويمسح ويشيل مش عارفه ايه على راسه وبتاع. قال لي من فوق. فعلا هارفارد من فوق. قال لك انت هو بيشوف معاك حاجه من البلكونه فوق، انت مش ممكن اكسبيرينس. انت فجاه انت بتتكلم في حسابات، وبعدين بعد 5 دقائق بتتكلم في تكنيك، وبعدين ماركتينج سيلز مش عارفه مين اللي هيعلمك ده. صح. مين اللي هيسمح لك تتعلم ده في اي اورجانيزيشن. ولكن الالهام اللي جالي ان انا ادي كل واحد حاجه طوبه يكبر بيها، مش يشتغل في الطوبه اللي انا شغال فيها. وعرفت تعمل كده؟ ما حدش فيهم شغال في الكيتشن بيزنس. اوكي. كل واحد ديزاين بزنس ووذن الامبريلا وكل حاجه، بس حته مختلفه بتاعتهم هم اللي عاملينها، هم اللي كبرينها، هم اللي فخورين بيها. فارس، مش معقول هتبقى معانا وما نسالكش عن موكب المومياوات. شافوا ملايين الناس حوالين العالم، وواحد من اكبر الاحداث اللي حصلت في مصر في الفتره الاخرانيه. مين اول حد كلمته بعد ما خلص الحدث؟ امي. اولا ده حدث دوله. صح. حدث دوله معناه ان اكتر في من 3000 شخص اشتغلوا في هذا الحدث. والحدث ده لم ولن يتكرر في الحياه عامه ان جنرال. فانا بصراحه لو كنت جزء بسيط من وجودي في هذا الحدث، احنا كنا عاملين ذا فيجوال ايدنتيتي اوف الحدث كله، سواء من فكره اللوجو نفسه، الشعار نفسه، الاسم نفسه، موكب الولايات الملكيه، ذا فيرست جولدن باريد. خدنا كل الجزء. انت عارف ان كان في 22 رويال ماميز بيتنقلوا من المتحف المصري الى متحف الحضاره. صح. احنا قعدنا في المشروع ده حوالي 1.5 سنة. يا سنه ونص اشتغلنا فيه. كميه ريسيرش. احنا از كرييتيف دايركتورز كان الكيمي ومحمد عطيه. اوكي. محمد عطيه هي واز ذا برودكشن ديزاينر، واحنا كنا جزء من الكرييتيف انتيتي انسايد الحدث ده كله. اوكي. كنتش خايف؟ لا، كنت خايف جدا. لان انا كنت احنا في ناس كتير قوي كانت عارفه ان احنا شغالين في كده، فهيقولوا شكله كده هيبقى ديزني لاند. لان كل الريفرنسز السابقه كانت كله هيقول لك ايه ده انتوا هتشوهوا القصه انتوا. لا، كانت الناس قاعده متربصه يعني. طبعا. وكنت عارف انه يطلع بالحلاوه دي يعني؟ لا، ما كنتش متخيل ده. نيفر. هل كانت لحظه انتصار ولا راحه من التوتر؟ لا، لحظه انتصار اوف كورس. لحظه انتصار. هل بتعتبرها من وجهه نظرك انجح لحظه في حياتك؟ لا بس احلى لحظه للتيم كله، ان ازاي التيم وورك ده قدر يحقق ده بالشكل ده. بالشكل ده هي اكتر حاجه. وكلهم مصريين. كلهم مصريين بجد. فدايما بقول ان انت the team work alone you can do a little but together we can do much more. هاني، هتكلم على العقبات والحيطان ولحظات الفشل. ازاي بتحول لحظات الفشل دي او الضعف لقوه؟ ما كانش عندي اختيار.
يعني انك انت ما تكملش، او ان انت لما تقع ما تقومش تاني. ده كان عمره ما كان فلسفه او كان منهج انا عايش بيه ابدا. فدايما بس عيني على الهدف، على الحته اللي انا عايز اروحها. فكل ما كنت بقابل من عقبات او من مشاكل او من فشل كتير، اول مره غلطت اخدت شرب غلط، ما كنتش اعرف يعني ايه شرب. فسالني الصنايعي بتاع الرخام فجاوبت غلط، كسفت اقول له يعني مش عارف او طبعا تعالى كسفت اقول نشوف له مش أو عارف. بتاع. وكان درس لن انساه في حياتي. لان بعد ما رجعت وبعد ما حصل الخطأ ده سالت نفسي طب هو انا لو ما اعرفش وما اتعلمتش مين هيعلمني؟ ما عنديش حد. صح. فقلت ان انا ابقى مش عارف دلوقتي واطلع شكلي وحش قدامك احسن بكتير ان انا افضل اكابر ان انا عارف وافضل طول عمري بغلط نفس الغلطه. مظبوط. كان ممكن نقول عمرو حلمي زمان هيطلع موضة وهيبقى موجود شوية صغيرين وينتهي. How are you still relevant؟ ازاي بعد السنين دي كلها لسه موجود بهذه القوة وبهذا الاسم بعد المدة دي كلها؟ هرد لده قول. وهو يتكلم. قول. because عمرو حلمي as a brand is not fashionable. Yes, he has style. Fashion come and goes, but style is forever. صح. عشان كده هو ليجند. مش عارف بس عاوزه كلمه للمدام بس انها تستوعب هذا الاسطوره اللي معاها. بتعمل ايه عشان تفضل متطور وموجود وعلى القمة طول السنين دي كلها؟ الاشياء اللي انا مقتنع بيها تماما القدريه، يعني انسان قدري، بقيت قدري. يعني قدري بمعنى ان there is no choice in life, you are doomed. وعشان تبقى انت واخد الرول في الفيلم ده او في حياتك قصه بالشكل الحياه ده. دي، هو كل حاجه بتعملها هو الفايت بتاع محمد علي كلاي. اي حاجه بتعملها بتلعب على اللقب. لو انت ما عملتش كده هتداس، هتنتهي. انت لازم تعمل كده عشان اللاجسي اللي انت عاملها دي تستمر، فانت هتقاتل لاخر نفس. ده حقيقي. الموت موضوع صعب نقاشه ومش حاجة سهلة وبيأثر على كتير من قراراتنا. على الرغم من حبك للحياة وللسفر والخروج وحاجات كتير قوي 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 قوي، واللبس طبعا واللبس طبعا والله كانت مكتوبة هنا اللبس. ايه سر تفكيرك في الموت وارتباط الفكرة دي عندك بان انت عايز تلحق تعمل حاجات كتير قوي قبل ما يجي لحظة زي كده؟ تريكي كويشن. تريكي. لا طبعا انت جبت الكلام ده من انسايت وجبت من ناس قاعدين دايما ساعات بتكلم في القصه دي. انا دايما بالنسبه لي الموت مش خوف على فكره. الموت بالنسبه لي عمره ما كان خوف. يعني عايز اعيش اليوم ان انا افضل دايما سعيد، عايز ان كل الناس انا ما اتضايقش من حد ولا اضايق حد، وفي نفس الوقت ازف ان انا ده اخر يوم في حياتي. فانا عايز اتبسط قوي، عايز اتبسط بشغلي، عايز اتبسط في اكله باكلها، عايز اتبسط مع اصحابي، عايز اتبسط مع ابني، عايز اتبسط مع كل الناس اللي حواليا، عايز اتبسط مع اهلي. يعني دايما بقول انا هعيش اول ما اصحى يوم الصبح عايز اعيش الحياه ده اكنه اخر يوم في حياتي. فور مي الحياه دي كلها is part of fun. بس هو بيسألك انك انت هل انت حاسس انه الوقت ضيق والحياه فيها حاجات كتير لازم تعملها واليوم عاوز تعمل حاجات كتير؟ لا وانا عارف كمان ان انت مش عايز تبقى بس ان اركيتكت، انت عايز تبقى ديزاينر، عايز تبقى بترسم لوحات، عايز تبقى مصور، طول عمري مزيكا، حاجات فيلم ده درس في نيويورك فيلم اكاديمي. انا بالنسبه لي I believe in merging creative practices all over. اللي بيحركني curiosity. مفيش حاجة أنا عايز أعملها خلاص أنا هعملها whatever. أنا went to New York Film Academy. يعني الناس كانت مش مصدقها وأنا بعمل إيه. فعايز تعمل حاجات كتير وعايز تعمل كل حاجة. I want to do everything I want. I want to be happy. وده الهابينس بالنسبة لك بالشكل ده بالظبط كده. حياتك الشخصية في الفترة الأخرانية خدت حيز من الاهتمام الإعلامي. إزاي بتتعامل مع التغيير ده؟ وهل ممكن يبقى حيطة بأي شكل من الأشكال، حيطة غير متوقعة؟ بص طبعا هو أكيد أنت كل فترة وكل مرحلة بتواجه زي ما بقول لك تحديات وصعوبات بتبقى مش متوقعة. أنا مريت بتجربة اتعرضت ل يعني اكسبوجر في الميديا. صح. ما كنتش متوقعه. اتخضيت؟
اتخضيت طبعا، اكيد اتخضيت، بس هو الفكره بقى مش في انك انت تتخض، الفكره انت ازاي بتتعامل مع ده. الدوشه اللي حواليك ما تاثرش عليك في اللي انت كنت عايز فعلا تعمله. فازاي يبقى عندك القدره ان انت تبقى عايز تاخد قرار مصيري في حياتك، وتقدر يبقى عندك الكارج والشجاعه ان انت تقدر تنفذه حتى بالصعوبات اللي بتواجهك والتحديات اللي بتحصل. اخر سؤال هساله وبعدين لناس واصله للحته دي في مستقبلهم وفي حياتهم، ايه الفيجن بتاعتكم للحاجه اللي انتوا عايزين تعملوها قدام؟ سؤال صعب ده. بس لاول مره يعني بقوله يعني ده بريكنج نيوز. we want to create an alchemy experience. How is this? Because design is not only what you see, is what you feel and experience. وده اللي احنا اتعلمناه بقى لنا 20 سنه قاعدين شغالين عليه. وكنا قادرين كنا نعمله من 10 سنين، من 5 سنين، من 4 سنين، but now it's time. The whole world of alchemy will be open not only in design. كل اللي احنا عرفناه بقى لنا 20-25 سنه هنبتدي نعيشه with an alchemy experience as as حاجات ليها علاقه بالهوسبيتاليتي. عايزين نسال زياده ولا كفايه كده؟ لا خلاص كده. عايزين تعرفوا حاجات اكتر من كده؟ خلاص ده يبعت لنا بس بقى يعني انبوكس يعني. مشكله ما حد سالني السؤال ده فعلا ما حدش ساله قبل كده؟ عمره ما حد سالني. ده ليا الشرف. عمرنا ما تسالنا السؤال ده بجد؟ فعلا. عمرو ابتدى دلوقتي بعد ابتدى يروق شويه، فابتدى يطلع الحاجات اللي احنا كنا مستنيينها منه. النهارده بيكتب كتاب، بيعمل قصه كبيره. كتاب يعني كتاب كده. مش مشاكل. بالظبط. ارجو خلي الحلقه تعدي. ابتدى عمرو بعد ما ابتدى يبص على هو عايز يعمل ايه، خلاص his business is stable الحمد لله. giving back. giving back للجنريشن بتاعته والناس اللي شغالين معاه واولاده كلهم. فابتدى يفكر في نفسه، ابتدى يطلع الحاجه اللي احنا كنا مستنيينها منه. وانا بقول له do more and more and more and more and more بجد. يعني يمكن اقول حاجه هيزعلوا لما يعرفوا حاجه. عندي مشروع كبير عاوز اعمله. انا عندي 12 قصه نوفل عاملهم. انا برسم قصصي بس برسمها سكتشات. فانا عاوز اعمل معرض في 12 بينتينج مرسومين ل 12 قصه، وال 12 قصه قدامهم 12 كرسي للقصص. عاملهم ابني احمد لانه احمد كرساجي يعني. حاجه مخيفه في عمل كرسي غريب يعني. فانا نفسي تخش مكان فيه 12 قصه ب 12 بينتينج ب 12 شاشه فيها تحريك للافلام. فهو اكسبيرينس انستليشن. انت بتخش من هنا من الاوضه دي، بتخش على الاوضه دي، بتطلع على الاوضه دي، 12 اوضه. هو ده المشروع الاكبر يعني. اني اشوف حاجه زي كده. وكل ده تحت امبريلا دكان النسيان اللي هي القصه الحاكمه لكل القصص. اتس وايلد دريم يعني. اتس دريم بس يو ميك ات هابن. ام شور ان شاء الله. هاني بص، في نقطه مهمه جدا. الصناعه بتاعتنا والصناعه الكرييتيف ان جنرال فيها مشكله انها لا تورث. يعني انت ما تقدرش تفورس ان ابنك او بنتك يطلع يكمل المسيره بتاعتك. اللي انا كان نفسي اعمله واللي نفسي تتكلم بقى في واتس نكست ان يتقلب ده لبرودكت. فكان نفسي ان احنا ندخل في حته الديفلوبمنت، يعني حته الريل استيت ديفلوبمنت، ان احنا نبتدي نديفلوب برودكت، حاجه يور اون برودكت بتاعتنا. عشان يبقى عندك النهارده حاجه اتليست سوليد، او عندك صناعه يقدر الجنريشن لو هو مش حابب او ما عندوش التالنت يقدر يكمل فيها. الحاجه الثانيه هو ان زي ما كان بيقول برضو فارس، ان انت لازم تكون بتكوب مع كل التطورات اللي بتحصل. الصناعه صناعه متغيره جدا، والابديتس بقت السرعه بتاعتها عاليه جدا. لو انت مش بتطور من نفسك وعلى درايه باللي بيحصل حواليك، انت هتغيب تماما عن الساحه. فهتلاقي النهارده اللي نجح سنه او الثانيه ما بيكملش. صح. ازاي تقدر تسستين ده؟ في وجهه نظري ان الديزاين اندستري هتبقى ديجيتال، يعني جزء منها هيبقى
اي اي واون شيلف. يعني النهارده انت عايز تعمل ديزاين لبيت، هيبقى عندك بروتوتايب، حاجات موجوده اوريدي يو كان ايزيلي داونلود. فانت بتقول انا عايز اعمل بيت في مصر 2 بيدرومز، الدايركشن بتاعي مودرن كلاسيك، يو كان تشوز، يو كان والعميل شخصيته كذا ومراته شخصيتها كذا وعنده اولاد قد ايه، سنهم قد ايه، فبتحط كل البريفرنسز بتاعتك، يو كان ايزيلي داونلود الديزاين بثمن زهيد. شفت بقى، هي دي انه يبقى عنده اللي مخلي الناس دي كده، ان هي دايما زي لما بتضرب على التيرو على الطبق، انت بتنشن على الحته اللي هيروح لها الطبق، مش على مكان الطبق دلوقتي. هو بيشوف كلامه فيوتشرستيك، كلامه فيوتشرستيك دي. انا مبسوط جدا من القعده اللي حصلت ومن كلامكم، وقد ايه الهمتوني، واكيد الهمتوا الناس اللي بتتفرج علينا. وعجبني قد ايه ان العمليه ما وقفتش هنا، انتوا لسه بتتكلموا في احلام عايزين تحققوها وحتت عايزين تروحوها. شكرا على القعده الحلوه دي يا محمد، ميرسي جدا ومبسوطين ان احنا كنا معاكم. انا كمان بجد يعني حاجه، القعده انا حاسس ان احنا قاعدين والقعده مش عايز تخلص. ده قاعدين في بجد الليفينج يعني. بس عشان هو شاطر، هو عمل اول حاجه ذاكر الشخصيات، هو عنده هدف من الناس اللي بتتفرج علينا دي، هم عاوز يوصل لهم رساله. شابور. شكرا. شكرا يا محمد. رجعنا مع ضيوفنا خطوتين لورا، واتكلمنا على الاحلام، واتكلمنا على الحيطان اللي تخطوها، ومشوار طويل جدا وما خلصش النهارده، ولسه قدامهم مشوار طويل واحلام اكتر واكتر. انتوا الناس اللي بتتفرج علينا، ايه الحيطان بتاعتكم وهتتخطوها ازاي؟ شكرا. لا حبيبي ثانك يو، انا كمان قوي والله، انا كمان والله ثانك يو فيري ماتش، ثانك يو نورتونا.